النهاردة إحنا مش جايين نعمل مقارنة عادية من بتاعة مين بيلمع أكتر. إحنا جايين بالورقة والقلم نفكك الخناقة الأزلية بين الخامتين اللي محيرين الميكرز في العالم كله. ال PLA الطيب الدبلوماسي اللي بيسمع الكلام، وال ABS العنيد المتطلب صاحب المزاج بس اللي وقت الجد بيسد. معاكم دكتور أحمد، ويلا بينا نفكك الحكاية في 3D بالعربي. عشان نفهم ليه ال ABS بيعمل معانا الحركات دي، لازم ننزل لمستوى الدقة الميكرونية، لمستوى الجزيئات. ال PLA أو Polylactic Acid ده مادة محترمة مستخلصة من نشا الذرة. درجة تبلوره أو الكريستالينيتي بتاعته بتخليه يتدفق من النوزل بسلاسة تامة وينكمش بنسبة لا تذكر، يعني مادة بنت ناس ما تتأبكش في سلايسر. أما الأستاذ ABS أو Acrylonitrile Butadiene Styrene فده جاي من أصول بترولية صلبة، جزيئاته عندها عشوائية مرنة، ودي بتديه متانة ميكانيكية ضد الصدمات، تخليك تعمل بيه مصدات، عربيات وألعاب ليجو بتعيش لسنين. لكن المشكلة فين؟ في الإجهادات الحرارية أو الثيرمال ستريسز. ال ABS وهو خارج من النوزل في درجة حرارة 250 بيبقى سخن جدا. أول ما بيشم هوا الغرفة يحصل له انكماش مفاجئ، جزيئاته بتقرر تشد بعضها بعنف، والنظرية بتقول إن الانكماش ده متساوي، بس الواقع عنده رأي تاني. الأطراف بتطلع لفوق وتماسك الطبقات بيفشل، وتلاقي القطعة انشقت من النص كأنها زعلانة منك. ركز في التفصيلة دي يا صديقي المبتكر. ال PLA بيطبع في الهواء الطلق، مروحة التبريد شغالين على 100% عشان يجمد في مكانه ويحافظ على التفاصيل. لكن لو شغلت مروحة التبريد مع ال ABS، مبروك، انت كده حكمت على الطبخة بالفشل. الطبعة هتعمل لك ليفة مواعين بلاستيك فوراً. ال ABS محتاج بيئة معزولة، حرارة سرير لا تقل عن 100 درجة، وصندوق مقفول عشان نحافظ على ثبات درجة الحرارة المحيطة بالقطعة ونمنع الثيرمال شوك. وطبعاً ما ننساش إن ال ABS أثناء الطباعة بيطلع أبخرة وغازات ريحتها شبه البلاستيك المحروق، ودي مش بس مزعجة، دي هندسياً وصحياً محتاجة تهوية جيدة. يعني ما ينفعش تطبعه في أوضة نومك وتقول المكنة عنيدة. المكنة هنا بتدافع عن حريتها. ال PLA ناعم، تفاصيله ميكرونية ومبهرة، ممتاز للمجسمات المكتبية والديكورات. لكن حطه في الشمس أو سيبه جوه عربيتك في شهر أغسطس في مصر، هتلاقيه بدأ يحصل له تشوه وساح كأنه شوكولاتة، لأن درجة حرارة التحول الزجاجي بتاعته أو الجلاس ترانزيشن تمبريتشر بتطير عند 60 درجة مئوية بس. بينما ال ABS ناشف، بيتحمل حرارة لحد فوق 100 درجة، وتقدر تصنفره وتنعمه بأبخرة الأسيتون عشان يديك سطح ناعم كأنه بلاستيك صناعي. هو ده اللي بنسميه متانة الواقع الهندسية. في النهاية يا هندسة، مفيش خامة حلوة وخامة وحشة في التصنيع الرقمي، في خامة صح في المكان الصح. ال PLA هو بوابة دخولك لعالم الابتكار بدون تعقيدات، وال ABS هو خطوتك الأولى لإنتاج أجزاء ميكانيكية حقيقية تستحمل شغل الورش والمصانع وتتحدى ظروف البيئة. التكنولوجيا دي مش مجرد مكنة بتطبع بلاستيك، دي أداة بتديك القوة إنك تحول الفكرة اللي في خيالك لمنتج ملموس في إيدك بالورقة والقلم وبتكلفة بسيطة. العلم موجود والتنفيذ بيدك أنت. نتقابل الحلقة الجاية.